سفير، يعني أنقل لكم، أنا إبراهيم الجبين من تلفزيون أوريا، أنقل لكم من الشعب السوري شكره الجزيل على كل ما قدمتموه حتى الآن. وإن كانت المجالس بالأمانات، حين تمنينا لك التوفيق قبل المؤتمر قلت نعدكم أن نلتقي إن شاء الله في دمشق، نحن وأصدقاء سوريا والشعب السوري في سوريا الجديدة. السوريون يتساءلون: هل هذا كل ما لديكم لوقف نزف الدماء والسفك والقتل والقصف المدن واستباحة كل شيء في سوريا؟ هل هذا كل ما لديكم أنتم كأصدقاء سوريا؟ يعني كل ما لدينا هو الوقوف إلى جانب إخواننا وأشقائنا في سوريا، وهذا ليس بالأمر البسيط. يعني نحن نقدر عاليا تضحيات الشعب السوري وما يجري في سوريا من مجازر وقتل عشوائي يطال المدنيين، ولكن مثل ما ذكرت هناك مسألة أساسية ومهمة، هو أن نضمن استقرار البلد وضمان انتقال آمن، أيضا مسألة أساسية ومهمة. لا نريد أن يندفع البلد باتجاه حرب أهلية لا قدر الله، لن تنعكس فقط على سوريا بل ستنعكس على عموم المحيط الإقليمي. تصوري الشخصي أن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، لأن الشرعية مسألة أساسية ومهمة. لا يوجد نظام اليوم يولغ في سفك دماء شعبه وقتل المدنيين العزل يمكنه أن يستمر طويلا. رأينا تجارب سابقة وقريبة في العالم العربي، رأينا هذا في تونس، ورأينا هذا في مصر، ثم رأيناه في ليبيا، ورأيناه في اليمن، وأخيرا تغير المشهد السياسي. أقول بعض من الصبر وبعض من مراكمة الجهد السياسي المدني السلمي حتى تتغير المعطيات باتجاه يخدم مصالح الشعب السوري وتطلعاته المشروعة إن شاء الله.